مدرب المنتخب المكسيكي شفيق، مين شفيق، بيتحدى المغرب. يا جماعة هو احنا يعني مش هنخلص من الموضوع دوت؟ يعني ادخل على المواقع الاقي اخبار بتقول ان مدرب المنتخب المكسيكي بيتحدى المغرب. طبعا يا جماعة تصريحات او ندوة او الندوة الصحفية لمدرب المنتخب المكسيكي لو سمعتها بس للمغاربة او لو المغاربة سمعوها هيتحطوا في امرين. اول امر يا اما يفوزوا على البرازيل اللي طبعا كان السبب في اقصاء المنتخب المغربي وخروج المنتخب المغربي بعد تآمره مع النرويج عام 1998، يا اما المغاربة يعلموا كالعادة على مدرب المنتخب المكسيكي ويعلموا على طبعا لاعبي منتخب المكسيك او يعلموا على دولة المكسيك باكملها. بس يا جماعة قبل ما انقل لكم تصريحات المدرب المكسيكي عاوز اقول لكم ان احنا احتمال نقابل المغرب. مصر احتمال تقابل المغرب. ده في حالة ايه؟ في حالة الفوز على المكسيك او حالة عفوا الفوز على المنتخب تشيلي هتتأهل مصر لأفضل ثالث في مجموعتها. وفي الحالة دي طبعا كده المغرب هيتأهل لدور ال16. وفي الحالة دي هنقابل المنتخب المغربي تاني وربنا يستر لا نشيل 6-1 تاني وتبقى فضحتنا بجلاجل تاني والصحف العربية كلها تدينا. اقول لك ايه بس بالله عليكم نعمل لايك نشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. بابا المجال كل مطبخ المغربي معانا في دقايق معدوده ويا ريت نصلي على النبي. طبعا يا جماعه عايزين الاول اقول حاجه بس على مدرب المنتخب المغربي محمد وهبه يا جماعه، اللي المفروض نرفع له القبعه، اللي مش عارف ليه الاعلام العربي مش راضي يديله حقه. مش عارف ليه يا جماعه، مع ان الفوز او فوزك على المغرب والبرازيل حاجة كفيلة ان هي توصلك لمكان تاني خالص. عارف يعني ايه بأكاديمية محمد السادس تعمل مباريات رائعة وتفوز على البرازيل واسبانيا؟ الراجل ده يا جماعة يعني المفروض يتعمل له تمثال اقل ما يقال عنه. المفروض ياخد حقه اعلاميا يا جماعة. يعني زمان لما كانت المنتخبات المغربية الصغيرة كانت بتخفق كتير ما كانوش بياخدوا حقهم اعلاميا، ما كانش اصلا في اعلام. انما احنا في زمن الاعلام، ليه ما نديش مدرب محترم زي دوت حقه؟ ليه ما نتكلمش عنه بما يرضي الله ونوصل للعالم كله كمان وكمان اللي هو عمله؟ عشان اللي عمله هات لي اي منتخب عربي عالمي او اي منتخب في العرب عامة او في افريقيا يقدر يعمل اللي عمله المغرب. طيب ده اول حاجة. تاني حاجة تصريحات مدرب المكسيك ادوار او اسمه ادواردو، هو اسمه غريب كده. قال لك ايه بقى؟ قال لك اداء، يعني قال ان هو اتفرج على مباراة المغرب ضد البرازيل واسبانيا. هو اتكلم على ما اعرفش ليه انا الحقيقة دي يعني غريبة بالنسبة لي. اتكلم على مواجهة او اتكلم على المنتخب البرازيلي واتكلم على المنتخب الاسباني. قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا نقدر نعمل انجاز ونقدر نعمل تاريخ ونقدر نعمل مباراة محترمة ونقدر نفوز على المنتخب المغربي ونقدر نقدم احسن من اللي قدمه المنتخب الاسباني والمنتخب اللي هو البرازيل. يعني معرفش، يعني انت بتتكلم على ناس معلش راحت لحالها. يعني انت بتتكلم اصلا ان في حال خسارتك انت شخصيا، ان في حال لو انت طلعت المنتخبات دي هيروحوا في داهيه. يا جماعه انا شايف ان من مصلحه المنتخب المغربي ان هو يخسر. والله سيبك من موضوع اللي البرازيل عملته مع المغرب في عام 1998، سيبك من الموضوع ده خالص. بس انا نفسي المنتخب المغربي يبعد منتخب البرازيل ويبعد منتخب اسبانيا عنه. ليه؟ هقول لك ليه. دلوقتي المنتخبين دول يا جماعه انا خايف لا يقابلوا المنتخب المغربي تاني.
لعل وعسى يتاهلوا مثلا للدور ال 16. ما هو في كده في منتخب منهم هيتاهل للدور ال 16 لو المنتخب المغربي كسب. لو المنتخب المغربي كسب، اللي هيتعادل منهم تقريبا او اللي هيكسب من اسبانيا والبرازيل هيتاهل لدور ال 16. وكده وكده هيتنيه ماشي 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 مع المنتخب المغربي. ممكن يبقى في مقابله، ممكن نلاقي مغرب وبرازيل تاني، او ممكن نلاقي مغرب واسبانيا تاني. بس انا مش خايف منهم الاتنين على المنتخب المغربي، مش عشان هم حلوين، او مش عشان هم ليهم اسم كبير، او مش عشان هم منتخبات عريقه. لا، ده المغرب يضرب ابوهم ب100 جزمه. بس انا خايف من ايه؟ هم خسروا منك في الاول، انا خايف لا يرجعوا يكسبوك بالتحكيم وبالتضليل. خايف لا يرجعوا يرشوا مسؤولين طبعا الفيفا والكاف والموضوع دوت، ونلاقي المؤامرة اللي كانت على المنتخب المغربي ضد فرنسا في كاس العالم في قطر، لما المغرب كان ليه ضربة جزاء، ولما المغرب طبعا طلع او خسر بفضيحة تحكيمية وكانت كارثة وكانت ليلة والعالم كله اتكلم عن الموضوع دوت. انا خايف لا يكرر نفس السيناريو. البلاد الاوروبية دي بلاد ملهاش ملة. البلاد الاوروبية دي معلش تشتري ابوها بالفلوس. ازاي؟ ما احنا منتخبات يعني، معلش اصل يعني الله اعلم هيعملوا معاك ايه، الله اعلم هيقابلوك ازاي. هتلاقي ظلم تحكيمي يا جماعه. مباراه المغرب وبرازيل ازاي 10 دقايق وقت محتسب بدل ضايع؟ ازاي وقفوا امتى اصلا ال10 دقايق دول؟ ولا عشان خاطر المغرب كان كسبان عايز تديهم 10 دقايق عشان خاطر يعملوا رومونتادا ويرجعوا تاني يلعبوا مع المنتخب المغربي، يكسبوا المغرب كمان او يتعادلوا مع المغرب؟ او انت كنت عايز المغرب يتعادل مع البرازيل عشان خاطر ال10 دقايق دول؟ ما هو مش تتفسر الا كده يا جماعه، مش تتفسر الا كده. ليه؟ لان فعلا البرازيل لعب او عمل مباراه عالميه في ال10 دقايق اللي كان وقت محتسب بدل ضايع، وكمان جالهم ضربه جزاء وحوارات وليله. ولكن يا جماعه انا ما كملتش تصريحات المدرب المكسيكي. ليه؟ لان هي ما تهمنيش. طبعا الراجل قال لك انا عندي عناصر قويه وعندي لعيبه تاكل الاخضر واليابس، وعندي حارس المرمى ما شالش ما دخلش فيه الا جون واحد بس في المباراتين اللي فاتوا، وعندي خط وسط وعندي دفاع ومأمن نفسي، وانا لعبي عالمي، وانا بلعب احسن من البرازيل وبلعب احسن من اسبانيا، وانا احلى واحد فيهم. انا تصريحاته دي كلها ما تهمنيش يا جماعه. انا كده المباراه دي بالنسبه لنا تحصيل حاصل، واكيد المغرب يعني مش هيعافر كل المعافره عليها، واكيد كمان يعني المغرب يعني عاوز يعلم او عاوز يعدي المباراه دي على خير. الله يكون في عون المغاربه يا جماعه، الله يكون في عون المغاربه. ده انا اخر الوقت المحتسب بدل ضايع بتاع مباراه المغرب والبرازيل ده انا كنت على اعصابي والله. لما المغرب كان كسبان 2-1 انا كنت على اعصابي. ده في واحد ده المهاجم بتاع البرازيل جاب كرة بالهيد عدت من جنب الزغنبه اليمين بتاع العارضه. لو كانت دخلت في الجون كان خلاص كده، كان في تعادل، وكان المنتخب المغربي كان دخل في وش، وكان دخل في صراع. وساعتها كنت هتلاقي كنت ساعتها هتعمل بقى 100 حساب لمباراه المغرب مباراه مكسيك والمغرب. كنت هتخاف من المباراه ديت، وكان ساعتها بقى كنت هتقعد وتجيب ورقه وقلم وتعمل وتشوف المدرب المكسيكي قال ايه، وتعمل لتصريحاته 1000 مليون حساب وتشتغل على نفسك. انما انت كده الحمد لله رب العالمين يا باشا، مريح قلبك، مريح بالك، مريح الاساسيين بتوعك، بتلعب بالبدله. والله جت ما جاتش. واحنا بنتمنى طبعا المنتخب المغربي يخسر عشان خاطر يزيح البرازيل ويزيح اسبانيا من وشه. بالله عليكم يا ريت نعمل لايك، يا ريت